حلو النهارده سهل وبسيط، ولو لسه مبتدئة في ثواني هتنجزيه. يلا بقى بسرعة ما تكسريش وفاجئي الولاد بيه. مجرد ما الولاد يفتحوا التلاجة هيقولولك يا ماما انت محضرة لنا ايه. العاشورة كما يجب ان تكون. بس قبل ما نسمع الوصفة سمعونا الصلاة على الرسول ودعم للقناة من على اليوتيوب، ودعوة حلوة من القلب ان ربنا يشفيني ويعافيني واقدر استمر. اول حاجة نسمي الله ونصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. مقاديرنا هتكون على قد كوبايتين من القمح. القمح بتاعنا البلد اللي بنطحنه ونعمل منه العيش. معايا هنا كوبايتين من القمح، هنقيهم كويس لانهم بيبقى فيهم طوب وبيبقى فيهم اصل كده وسبل كده كتير مي. هنقيهم بقى وهفرزهم كده كويس زي ما كنا بننقي الرز زمان. ويا سلام بقى لو عندك منخل سلك هتهزيهم كده لما ينزل منهم القمح المي، بتبقى ميتانة كده وصغننة. نضفتهم بقى كويس وده اللي طلع منهم. بعد ما بنتهي من تنظيفهم بغسلهم كده كويس تحت الحنفية. دلوقتي هصب عليهم المية وهاخدهم على الحوض وهغسلهم كده اكتر من مرة لما المية تبقى نظيفة وشفافة كده معاه. بعد كده بقى هنقعهم في المية، هخلي المية تغمر القمح كله. نقعتهم كده من المغرب لحد العشاء، يعني تقولي كده ساعتين. هصفيهم بقى من المية اللي كنت نقعهم فيها وهغسلهم غسلة كمان. وانا بغسلهم مرة كمان ما غسلتهمش كده وصفتهم بنفس الطريقة. انا صبيت عليهم المية وصيدتهم كده من المية بايدي، وهوريكم بقى غسلتهم ازاي. الطريقة دي بقى بتخلينا نتلاشى اي رواسب او رمل كده او تراب مترسبة كده من تحت القمح. والطريقة دي بقى ما بستخدمهاش في القمح وبس، وفي الفاكهة وفي الخضار كمان، وخصوصا الفراولة علشان بتبقى مزروعة في الجبل وبقى فيها كمية من الرمل. هضيف لهم بقى المية بإزازة الحاجة الساقعة اللي هي بتشيل لتر ونص. هملاها كده من الحنفية وافضيها بقى كلها كده على القمح، يعني كوبايتين القمح هينسلقوا في لتر ونص من المية. وهرفعهم على النار. النار في الأول كده بتبقى عالية، وأول ما بتبدأ تغلي بهدي عليها النار وبسيبها حوالي ساعة كاملة من بعد ما بتبدأ تغلي. يعني أول ما تبدأ تغلي أبدأ أحسب لها كده ساعة كاملة. ما بصفيهاش بقى ولا باجي جنبها خالص، بميتها كده بقى وبغطيها كده وسبتها لتاني يوم. يعني انا سبتهم منقوعين من المغرب للعشاء، وبعد العشاء ولعت عليهم وسبتهم بقى باتوا كده لتاني يوم الصبح في كوباية كبيرة كده بقى او في شفشق الخلاط. وهاخد 3/4 كمية القمح اللي استوى، يعني هسيب كده حوالي ربع كمية القمح. هضيف لهم كوباية من السكر، وعن كمية السكر بقى تقدري تستخدمي اللي انت تحبيه. وكيس فانيليا، ولو عندك اكتر من كده بقى يا ريت تضيفي كمان كيسين، لان انا بصراحه في الوقت ده ما كانش عندي غير كيس واحد. هرفعهم بقى على النار وهضيف لهم الحليب. ضفت لهم كده 3 كوبايات من الحليب، واللي انا بقى هضربهم في الخلاط ضفت لهم كمان كوبايتين. يعني الكميه كلها اخدت معايا حوالي كيلو من الحليب. رفعتهم بقى على النار، واللي انا هضربهم في الخلاط ضفت لهم 3 معالق كبار من بودره الكريم شانتيه ومعلقتين كبار من النشا. ونحاول بقى ما نزودش في النشا لان احنا هنضربهم في الخلاط فهيعملوا معايا قوام، وانا مش عايزه قوام العاشوره يكون سميه، انا عايزاها كده تكون جوس شويه. بالمعلقه كده بقى وهقلبهم بعدين اضربهم في الخلاط. واللبن هنا بقى بدأ يغلي معايا. هركن بقى خليط النشا والحليب وهقلبهم كده كويس، وهدوق السكر كده بقى علشان اظبط الطعم. ضفتله كمان حوالي كوبايه الا ربع من السكر، تقدري طبعا تزودي زي ما تحبي. همسك بقى المغرفة في ايد والخليط اللي ضربناه في الخلاط في الايد التانية، انزل بقى بيهم واقلب. اضيف كده الخليط واقلب علشان ما يتكتلش معاه. بصراحة بقى رغم تعب وظروف الصحية انا ما حسيتش بيها اثناء ما كنت بحضرها، ما خدتش معايا مجهود، وخصوصا بقى ان انا كنت محضراها كده ومستوية من بالليل. بسيبها بقى لما تغلي والنشا يستوي كده كويس مع الحليب. اول ما تبدأ تغلى هتلاحظ ان القوام هيبدأ يتقل ويربط معاه. انا بقى كنت اول مره اعملها بالطريقه دي لان عندنا في القريه دايما بنعملها على طول، بس بتكون قمح وميه وسكر بس، وممكن نضيف لها كمان سمنه فلاح. بصراحه بقى بعد ما جربت الطريقه دي مش هعملها غير بيها. زي ما قلت لكم بقى في اول الفيديو انا ما كانش عندي غير كيس واحد من الفانيليا، طفيت عليها بقى ونزلت اشتريت لها كمان كيسين. في الاول كده بقى القوام ما بيكونش سميك بالدرجه المطلوبه، بس بعد ما بتبرد بتكون متماسكه شويه، بس مش للدرجة اللي هي، لان احنا مقللين من النشا. انا عايزة قوامها كده يكون جوسي وطري.
بعد ما تفصلها بقى الفانيليا هقلبها كمان كده قلبتين، ونحضر بقى مع بعض الأطباق اللي هنغرف فيها بقى العاشور. ومجرد ما بنتهي من تحضيرها بصبها كده وهي سخنة في الأطباق، وقوامها كده كان مناسب جدا حتى بعد ما برد. للتزيين بقى المتاح عندك هتزينيها بيه، بس من المفروض بقى ان انت هتسيبيها تبرد الاول بعدين تدخليها التلاجة، وبعد ما تبرد تزينيها بقى باي حاجة متاحة عندك، شوية مكسرات او فول سوداني او زبيب او جوز الهند المتاح عندك هتزينيها بيه. بس انا بصراحة بقى ما عملتش كده، بمجرد بقى ما انتهيت من صبها في الاطباق زينتها بقى كده على طول من غير ما ادخلها التلاجة ولا اسيبها كمان تبرد، لان اثناء ما بسيبها تبرد بقى وادخلها التلاجة الولاد بيبقى مفكرين ان انا كده خلصت تصوير، وبزعل جدا بقى لو عايزين يدوقوها وقلت لهم انا لسه بقى ما انتهيتش من تحضير الفيديو. علشان كده بقى كنت مستعجل، بمجرد ما صبتها في الاطباق من غير ما اسيبها تبرد ولا ادخلها التلاجة زينتها كده بقى بشوية مكسرات، وزينتها كمان بصوص الكريم كراميل. بس الأطباق بصراحة كانت سخنة، بمجرد بقى كده ما نزلت بالكريم كراميل ساح كده على وشها، بس بصراحة كان عاطي شكل في منتهى الجمال والروعة. بعد ما ساعة بس انت بقى وقت ما هتحضريها للولاد هتسيبيها الأول تبرد بعدين هتدخليها التلاجة، بعد كده بقى تزينيها بالمتاع عندك. وعن طعمها بقى في منتهى الجمال والروعة، حاجة كده جميلة كده مش عايزة تبطلي أكل فيها. وقوامها ده بقى كانت لسه ما دخلتش التلاجة، وبعد ما دخلت التلاجة كان قوامها برضو كريم وخطير. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوناش بلايك وشير واشتراك في القناة من على اليوتيوب، ولو أول مرة تشوفوني ده مطبخ ياسمين جنيه. سلام يا أجمل متابعين.